دكتور بيسمع عن تجربة بتصغر البشر وبيجربها على نفسه وبيغير حياته وبيعيش حياة تانية مختلفة، وبيقابل واحدة عندها إعاقة وبيحس إن حياته الجديدة ليها معنى وبيكون مبسوط فيها. تعالوا نعرف إيه اللي حصل معاه. بس قبل ما نبدأ، لو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا عشان يوصل لكم كل جديد، ولا ننسى نصلي ونسلم على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. بيبدأ فيلمنا مع دكتور يورجن وهو في المعمل بتاعه لما كان بيعمل تجربة على فار ودخله جوه جهاز كده، وبنشوف فرحته وبنعرف ان التجربه بتاعته نجحت، وبيفرح جدا وبيجري على صاحبه علشان يقول له ان اختراعه نجح اخيرا والحياه هتتغير تماما. وبعد سنين بيعمل مؤتمر صحفي وبنشوف دكتور وهو بيعلن عن انجاز تاريخي وبيكون معاه صندوق مقفول، ولما شال الغطا بنشوف دكتور يورجن موجود تحت الغطا لكن حجمه بقى 1% من حجمه الطبيعي. وقتها دكتور يورجن كلم الحضور اللي اتفاجئوا بيه وكانوا بيصوروه طبعا، قال لهم انه فكر في الفكره دي لانها انسب حل علشان البشر يلاقي احتياجاتهم بسهوله ونحافظ على الكوكب من التلوث. ووضح لهم ان العمليه امان 100%، وانه عمل العمليه دي ل 26 شخص ومنهم مراته، وبيقول لهم انه عمل مدينه متكامله ليهم على مساحه 16 متر مجهزه تماما ومناسبه لحجمهم الجديد وفيها كل احتياجاتهم بقى، وحصنها من الحشرات والحيوانات اللي ممكن تضايقهم. قال لهم انه بعد ما اتاكد ان التجربه نجحت كان عاوزهم يشوفوها على الطبيعة، وجاب لهم ال 26 شخص اللي عملوا تجربة على ترابيزة وكانوا كلهم مبسوطين جدا، وكان معاهم أول طفلين مولودين من زوجين بعد التجربة كمان. وقتها الناس اللي بيشوفوا التجربة كانوا مذهولين من اللي شافوه وفضلوا يصوروا كل حاجة، وبعدها الأخبار اتكلمت عن التجربة والخبر انتشر في العالم كله والكل بقى بيتكلم عليها. بنروح لشخص اسمه بول وبنشوفه وهو بيتفرج على الأخبار، ولما شاف التجربة كان معجب بالفكرة جدا، وبعدها روح البيت وبنعرف انه عايش مع امه ست كبيره ومريضه وحكى لها على التجربه. امه قالت له يعني بدل ما يشوفوا علاج يا ابني للمرضى اللي زينا يفكروا انهم يصغرونا. تاني يوم بول راح شغله وبنعرف انه شغال معالج فيزيائي بيعالج الاصابات زي الدكاتره بتاعه العلاج الطبيعي كده يعني. وبعد ما عدى عليه 10 سنين بتكون امه ماتت وهو اتجوز، وبنشوفه هو ومراته اودري وهم بيدوروا على بيت يشتروه بس معهمش فلوس كفايه وكانوا مقدمين على قرض. ولما رجعوا البيت ما كانش عارف ينام وحاسس انه مخنوق لانه عاوز يغير حياته ويعيش حياه احسن من كده بقى. وتاني يوم جات له دعوه الحفله من شخص مجهول وبياخد مراته وبيروح، وبيتفاجئ لما بيعرف ان صاحبه ديف ومراته كارول هو اللي بعت له الدعوه ومعاه ناس تانية كتير. في الوقت ده بيكون ديف صاحبه جاي هو ومراته في صندوق بعد ما عملوا عمليه التصغير، والكل اتفاجئ لما شافهم وهم كان معاهم ميكروفون وكلموا اللي موجودين ورحبوا بيهم وحكوا لهم عن التجربه وعن عالم الصغيرين وقد ايه هم مبسوطين. وبعدها ديف صاحبه حكى له قد ايه حياته اتغيرت بعد العمليه وبقى مبسوط وقدر انه يجيب كل حاجه لمراته ويحسن من حياته، وشجعه انه يعمل العمليه دي هو ومراته كمان. وقال له انت هتكون مبسوط اكتر في عالم الصغيرين وهيكون عندك كل حاجه انت محتاجها وبزياده كمان. وتاني يوم بول بيعرف ان البنك رفض القرض اللي مقدم عليه بسبب ان مرتبه هو ومراته مش كفايه. وقتها عرض على مراته انهم يروحوا مدينه الصغيرين علشان يشوفوا حياتهم عامله ازاي. ولما راحوا هناك شافوا واحد وهو بيحكي عن البيت اللي عايش فيه وعامل زي القصر، وبيقول كان نفسي اشتري بيت زي ده بس علشان اشتريه كنت هشتغل 20 سنه، لكن دلوقتي بقى عندي وبأقل تمن كمان. وفتح البيت من جوه عايشه في رفاهيه ومن مول لمول، وعرضت عليهم الالماس اللي اشتريته ب 83 دولار. جوزها قال لها دول كانوا يعيشونا شهرين ولا حاجه، وقالت لهم انها مبسوطه في حياتها الجديده اكتر. وبعدها قعدوا مع مسؤوله في المدينه كانت بتحسب لهم الفلوس اللي هيجيبوها بعد ما يبيعوا ممتلكاتهم هيكون وضعهم المادي ايه. قالت لهم هيكون معاكم اكتر من 12 مليون دولار بعد عمليه التصغير هيعيشوكوا العمر كله مرتاحين. اودري قالت لها انت ما عملتيش العمليه ليه بقى طالما انت مقتنعه بيها قوي كده؟ قالت لها جوزي عامل عملية تمنعه انه يعمل عملية التصغير. بعدها بول واودري اقتنعوا وراحوا باعوا كل ممتلكاتهم. بعدها بول راح الشغل لاخر مرة علشان يسلم على اصدقائه وهم عملوا احتفال صغير كده ليه يودعوه. بعدها عملوا حفلة في البيت وعزموا الاهل والاصدقاء علشان يودعوهم قبل ما يعملوا العملية. وقتها جه ابو اودري علشان يسلم عليهم وقال لاودري انه مش مقتنع بموضوع العملية دي يا ابني وكان خايف عليها
وأمها كمان مش موافقة وعشان كده ما جاتش معاه. وبعد ما الحفلة خلصت بيكون بول وأودري بيحضّروا نفسهم للسفر وللعملية، وبيقلعوا الدبل وبيحطوها في علبة علشان ياخدوها معاهم وهُم مسافرين، وتاني يوم بيركبوا الأوتوبيس وبيسافروا لمدينة الصغيرين، وهُم في الطريق بيشوفوا ناس عاملين العملية وكانوا بيتكلموا معاهم وبيطمنوهم، وقالوا لهم إن ده أحسن قرار أخدتوه في حياتكم على فكرة، وصدقوني مش هتندموا إنكم أخدتوه. وكانت بتشجعهم على العملية لإنها مبسوطة في حياتها الجديدة دي. وبعدها راحوا مكتب التعاقد علشان يمضوا على الأوراق إنهم موافقين يعملوا العملية بكامل إرادتهم. وبعدها جت ممرضة تاخدهم علشان تجهزهم للعملية، وبعد ما بتلبسهم لبس العملية بتحلق لبول شعره وبيشيلوا له حواجبه وبيخلعوا له أسنانه. وبعدها أخد مخدر ودخل جوه الجهاز علشان يصغر، ولما خرج من العمليات استلموهم طقم تمريض صغير على قد حجمهم الجديد وبياخدوهم يركب لهم أسنان على قد بقهم. بول لما فاه حس إن بقه بيوجعه شوية، وبعدها سأل الممرضة إيه الأخبار، بتقول له خلاص أنت عملت العملية ونجحت يا بطل وبقيت في حجمك الصغير الجديد ده، بس أنت مش واخد بالك علشان كل حاجة في المكان صغيرة زيك وعلى قد حجمك الجديد. قالت له أنت أكيد جعان، أنا هروح أجيب لك حاجة تاكلها. وجابت معاها بسكوتة، والبسكوتة كانت كبيرة جدا طبعا عليه، هي حجمها الطبيعي لكن بالنسبة له للصغيرين بتكون حجمها حاجة كبيرة جدا. وبعدها بيسألها مراتي فين وعملت العملية ولا لا، قالت له هروح أشوفها وارجع لك. بعدها الممرضة جت وقالت له في تليفون علشانك، وبتكون مراته رجعت في كلامها وما عملتش العملية، وبتعتذر له وبتقول له بعد ما حلقت شعري وحواجبي ما قدرتش أكمل وأسيب عيلتي وأصحابي ومش هعمل العملية، أنا مسافرة وما تزعلش مني. قال لها بعد إيه؟ بعد ما أنا عملت العملية وبقيت صغير جاية تقولي الكلام ده؟ أنت بتستعبطي يا ولية أنت. واتجنن منها وقال لها ارجعي تعالي. قالت له سامحني ومشيت وسابته، ودي آخرة اللي ياخد على كلام مراته. بول زعل واتصدم بعد ما سابته لوحده ورجعت لحياتها تاني. بعدها بول خرج من المستشفى وكان في شخص مستنيه علشان يوصله للبيت الجديد، وشاف عربيات مجهزة ليهم وقال له إنها هتوصله لأي مكان. ولما وصل البيت شاف الملابس الجديدة اللي معمولة على مقاسه، كان في لبس متحضر لمراته رغم إن البيت جميل جدا، لكن بول ما فرحش بيه لأنه كان بيعمل كل ده علشان يسعد مراته اللي سابته لوحده وخلعت وهو كان نفسه تكون معاه. بعدها الباب خبط، بول راح يشوف مين، لقاها شركة الشحن جايبه له الدبال بتاعتهم. ساعتها بيحزن اكتر وبيقعد يشرب ويتفرج على التلفزيون، وعرف من الاخبار ان الناس بقت تستغل عملية التصغير وحجمهم الصغير علشان يهربوا من بلد لبلد. وبيعرف ان في 16 شخص هربوا في كرتونة التلفزيون، ومنهم ناشطة سياسية كانوا صغروها في السجن وهربت منهم وجت هنا، وال16 ماتوا. مفيش غير الناشطة هي اللي عاشت بس حصل لها بتر في رجلها وجابوا صورتها في التلفزيون. وبعد سنة من العملية بول ابتدى يتأقلم على حياته الجديدة وساب البيت الكبير وراح يعيش في شقة صغيرة على قده واشتغل كول سنتر. وفي مرة بول عزم واحدة على العشاء في بيته علشان يتعرف عليها ويتجوزها، وما كانش عارف يتكلم معاها بسبب الدوشة اللي عاملها جاره دوسان. خرج للبلكونة ونادى عليه وقال له صوت عالي قوي. ساعتها دوسان نزل له وعزمهم على الحفلة عنده وقال له انا كل يوم بعمل حفلة، وطلب منه انهم يطلعوا ويتبسطوا معاهم وكده يعني. وقتها دوسان شاف وردة كبيرة طبيعية وسأله جبتها منين دي، وكانت عاجباه. وبعد ما مشيت العروسة وكان واضح ان الموضوع ما ظبطش معاه قوي يعني، بول اخد الوردة وطلع الحفلة علشان يشوف ناس جديدة. وفعلا دوسان فرح جدا بالوردة واخد وعرفه على القبطان كونراد صديقه وبقوا اصحاب. والقبطان قال له تعالى اوريك اليخت بتاعي اللي انا عايش فيه. بول قضى السهرة معاهم وشرب كتير جدا ونام عنده للصبح. ولما صحي كان مكتب الخدمات باعت ناس علشان ينظفوا البيت، ومنهم النشيطة اللي كانت هربانة في الكرتونة وحصل لها بتر في رجلها لو لسه فاكرينها. بور راح يتكلم معاها وشافها وهي بتاخد أدوية من الحمام وبتحطها في شنطتها، كانت أدوية مسكنة ومضادات للالتهابات. قال لها استأذني من صاحب البيت قبل ما تاخديهم بس الأول. قالت له أنا مش حرامية، دوسان قال لي لو عاوزة حاجة خديها وأنا واخدهم لصاحبتي العيانة. ولما مشيت قدامه قال لها أنت عندك مشكلة في الطرف الصناعي ولانه مش مظبوط عامل لك مشكله في الحركه والركبه وتعب لك ظهرك. استغربت وقالت له انت عرفت منين؟ قال لها انا دكتور. قال لها انا شفتك قبل كده في التلفزيون، انت الناشطه السياسيه اللي هربتي وجيتي هنا. قالت له ايوه صح انا اسمي تران. قال لها اقعدي، ومسك رجلها وعمل لها تمارين وشاف حاله المفصل. قال لها انت محتاجه تركبي طرف صناعي جديد، انا هحاول اساعدك واعمل لك تعديل على اللي في رجلك ده على ما تغيريه. قالت له ممكن بعد ما اخلص شغل تيجي معايا وتشوف صاحبتي العيانه. قال لها صاحبتك محتاجه دكتور او مستشفى تتعالج فيها، لكن انا دكتور علاج طبيعي مش هعرف اعالجها. بس هي صممت وقالت له انت شكلك شاطر، وانا وديتها عند دكاتره
كتير أوي وعاوزاك تيجي تشوفها، وفعلًا أخدته ومعاها الحي الشعبي اللي هي ساكنة فيه، وهو كان مستغرب إن المدينة فيها مكان زي ده أصلًا، وكان بيبُص عليه، ولمّا وصلوا طلع عند صاحبتها ولقى حالتها صعبة أوي، قالت له إنها ما عندهاش حد يرعاها بعد موت جوزها، وهو بيعمل عملية التصغير وإنها ساكنة معاها وبترعاها كمان. قال لها: "دي تعبانة جدًا وبتموت، أنا مش هاعرف أعمل لها حاجة." قالت له: "أنا عارفة إنها هتموت لإن عندها سرطان في المعدة وانتشر، أنا باحاول أعمل أي حاجة عشان أساعدها." وطلّعت الأدوية اللي معاها وقالت له: "شوفي الدوا ده إيه اللي ممكن يريحها من الألم." قال لها: "ده مسكن قوي، ادّيها حبّايتين." قالت له: "أنا هادّيها 4 دي تعبانة جدًا." قال لها: "لازم نحرّكها أنا وأنتِ كل شوية علشان ما يحصلّهاش قُرح الفراش." شكرته إنه جه معاها طبعًا وساعد صاحبتها، قال لها: "عاوز أشوف الطرف الصناعي بتاعِك." قالت له: "بعدين، أنا جاية من الشغل تعبانة، ابقى تعالَ يوم الخميس." وفعلًا رجع لها يوم الخميس، ولمّا دخل ما لقاش صاحبتها سألها عليها قالت له: "ماتت." شكلي اديتها حبوب كتير، المهم إنها ماتت وارتاحت. بعدها قلعت الطرف الصناعي وقالت له: "خُد ضبّطه بسرعة عشان قدامي ساعة وأروح أنضّف شقة." وهو بيصلّحها اتكسرت في إيده، قالت له: "يخرب بيتك عملت إيه؟ كسرتها وأنا اللي افتكرتك شاطر." قال لها: "أنتِ كده محتاجة واحدة جديدة." قالت له: "وأنا هاشتغل إزاي دلوقتي؟" شالها على ضهره ونزل بيها السلم وراح معاها واشتغل مكانها، وهي قعدت تقول له يعمل إيه، وأصحابها كانوا بيضحكوا عليهم. وبعد ما خلّصوا الشغل شافها وهي بتاخد الأكل من الناس اللي هم مش عاوزينه، وشيّلته الشنط وراحت الحي اللي هي ساكنة فيه ووزّعته على أهل المكان الغلابة، وخلّته يكشف على الأطفال اللي أهلهم معهمش فلوس يعالجوهم وكتب لهم علاج. قالت له: "معهمش فلوس يجيبوا علاج؟" قال لها: "بُكرة وأنا جاي هاجيب لهم العلاج." بعدها شالها على ضهره وطلّعها الشقة، وفضل الحال على كده أسبوعين، وجه ميعاد تنضيف شقة دوسان، ولمّا فتح لهم الباب ودوسان شافه شغال معاها قعد يضحك عليه، قال له: "هو أنت دكتور والّا call center والّا بتنضف شقق والّا أنت نظامك إيه بالضبط؟ أنا مش عارف أنت شغال إيه." قال له: "أنا باساعدها علشان مش عارفة تشتغل على ما تركّب الطرف الجديد بتاعها بعد شهرين." تران جات تنده عليه وبتقول له: "أنت واقف تتكلم، روح شوف شغلك." بعدها دوسان نده عليها وقال لها: "إحنا مسافرين النرويج مع الدكتور يورجن، وبول هيسافر معانا وهو هيضطر يسيبِك، وأنتِ كمّلي شغل على ما تستلمي الطرف بتاعِك." قالت لهم: "هتقعدوا قد إيه؟" قال لها: "يعني من 10 ل15 يوم كده." قالت لهم: "أنا هاجي معاكم." قالت لهم: "أنا لمّا دخلت المستشفى بعد ما هربت من السجن وقطعوا لي رجلي، الدكتور يورجن بعت لي رسالة مؤثرة جدًا وأنا نفسي أشوفه." وشبطت فيهم وعيطت وفعلًا أخدوها معاهم، وهُم على اليخت كان الدكتور يورجن ومراته قاعدين واتكلم معاهم إن نهاية العالم جاية قريب وما فيش حد هيعرف يهرب منها، و3% بس هم اللي ممكن يعيشوا. دوسان وكونراد قالوا له في ناس كتير اتنبأت بنهاية العالم لكن ما حصلش حاجة وما كانوش مصدقين كلامه، ولما وصلوا النرويج بيكون في ناس كتير مستنيانهم وأهمهم مدام سوليفان، ودي بتكون مجهزة مدينة كاملة تحت الأرض علشان يعيشوا فيها، وأخدت بول وفرجته على المدينة وقالت له إنها هتكون الأمان ليهم وللأجيال اللي جاية، وهتكون صالحة إنها الناس تعيش فيها لسنين كتير. وبعدها بيكون في عشا كبير والكل معزوم فيه، وقتها بيقف الدكتور يورجن وبيقول لهم: "زي ما وثقتوا فيّا أول مرّة زمان لمّا عملت تجربتي، عاوزكم تثقوا فيّا تاني وتعيشوا معايا تحت الأرض، لإن العالم فوق هينهار." والكل بيقول له: "معاك ومش هنسيبك يا دكتور." بول اقتنع بكلامه وعاوز يروح معاهم، وعاوز تران تروح معاه، لكن تران بترفض وبتروح لدوسان وكونراد علشان يقنعوه إنه ما يروحش معاهم، لكن هو بيصمم. وتاني يوم عملوا حفلة يودّعوا فيها أشعة الشمس إنهم مش هيشوفوها تاني تقريبًا، ولمّا الشمس بتغيب دخلوا جوّه النفق ومشيوا فيه، وبول راح معاهم وبيلاقي نفسه مش قادر يكمّل وبيسيب تران لإنه حبّها، فبيرجع لها بسرعة وبيعترف لها بحُبّه. وقتها الباب اتقفل على الناس من برّه وما حدّش فيهم هيرجع تاني، ودي آخرة اللي يمشي ورا كلام العُلما المجانين. بعدها بول وتران رجعوا مع دوسان وكونراد، ورجع بول يساعد تران في الخير، وكان بيوزّع الأكل على الناس وبيساعدهم وحَس إن عنده هدف كبير وهو مساعدة الناس البسيطة، وبيكون مبسوط مع تران لإنه بعد ما شافها حياته اتغيّرت وبقى شخص تاني. وبكده يكون انتهى ملخص فيلمنا النهارده، استنونا الملخص اللي جاي، سلام.